ان لم تستحي فافعل ما شئت. لا دلوقتي خلاص احنا بقينا في الشلاحات على الهوا لايف. من امبارح بالليل مواقع التواصل الاجتماعي مقلوبه على فيديو انتشر لواحده من الفتيات في قرايه الفاتحه بتاعتها وهي قاعده في بيتها وسط اخواتها واهلها، قامت بتحضن العريس وكمان بايه؟ بتبوسه، وانا اسف من بقه. انا عن نفسي لما شفت الفيديو اتخضيت، اتصدمت، لان من الواضح ان البيئه اللي هي متربيه فيها بتاعتنا، بتاعت مصر مش بتاعت ايجيبت. والغريب ان هي كانت قاعده وجنبيها اخوها. الاكتر غرابه يا اكسلانس ان العروسه نفسها هي اللي مدت بوزها، لكن الحياه كانت زي الفل، والحاجه كانت قايمه ومعديه، والبنوته هي اللي بتحاول تاخد حضن تاني، بس العريس وقفها. ينفع بقى كده؟ وقف وسط اهلها. انا راجل من الناس متجوز اكتر من 25 27 سنه، لو راجع من سفر والمدام جت تستقبلني في الشارع اتكسف اخدها بالحضن، مش هبوسها ومن بقها في وسط بيتها في عقر ظهرها. الاحضان والبوس بقى على المشاع ومفيش مشكله، ونعري نفسينا ونفضح اهالينا وكل من ملكت ايماننا. قولوا لي انتوا في تعليقاتكم، انا مش عارف السبب ايه. هل هي عدوى مجتمعيه من اهل ايجيبت نزلت لاهل مصر فخلاص انتشرت وسطيهم وبقوا يحاولوا يقلدوهم عشان يبقوا على الموضه ويبقوا حاسين ان هم الافرنجه شويتين؟ والله ما عارف يا منبيه. ولا هو بحث عن الترند وعن الشهره وخلاص؟ ليه احنا ما عندناش الترند اللي نضيف؟ ليه ما عندناش واحده ربت يتامى وواحد منهم راح اشتغل في ناسا؟ ليه ما عندناش الترند اللي احنا نفتخر بيه؟ ليه بقت الناس حتى لما تسعى على الترند تجري على الحاجات الغريبه والعجيبه واللي ضد قيمنا ومبادئنا؟ ولا مثلا ممكن يكون اللي قاعد دوا واحد من قرايبها ومتكاد فهو صور وحب يشير؟ ما اعتقدش، لان واضح ان القعده زي ما قلت لكم قاعده في الضيق، قرايه فاتحه. وسؤالي هنا لهذه البنوته وللعريس ولاهلها، اذا كان من قرايه الفاتحه بس يا مؤمن قام حضنها وعبطها والبوسه من البق، طب قدام شويتين اثناء مرحله الخطوبه وكتب الكتاب وما قبل الجواز هنوصل لفين؟ انا اعرف ان انتوا تفرحوا وان انتوا تستمتعوا بحياتكم، بس في الحلال. الحلال هو اللي فيه متعه، الحرام عمره ما كان متعه، كان شهوه، والشهوه دايما بتبقى حيوانيه مش انسانيه. ربنا ادانا العقل والقلب وعمل لنا القواعد والدين والشرايع اللي نمشي فيها علشان ما تبقاش غابه، ويبقى الناس دايما محترمين، ويبقى كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه عشان يعرف يقابل رب كريم. مش كده ولا ايه؟ ربنا يصلح حالي وحالكم ويكفينا ويكفي ولادنا شر السوشيال ميديا واللي اتفتحت علينا بترندات عجيبة، ويكفينا شر اللعب في الدماغ والناس اللي عمالة تطلع عشان تعمل مشاهدات تخرب في قيمها وفي مبادئها وفي سلوكياتنا معاهم هم كمان. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.